اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم. النهارده جو ديب داون في التلفزيون المصري مره اخرى. هنفتح القنوات المشفره، هنكشف عن المواهب المدفونه، هنروح في رحله للعالم الاخر اللي محدش يعرف عنه اي حاجه. القنوات اللي هي عندك على التلفزيون بتبقى 1000 وحاجه دي. بس قبل ما الفيديو يبتدي طبعا ما تنسوش زي كل مره تعملوا مش عارف ليه حاسس ان انا بقيت لما بقول لكم تعملوا سبسكرايب تقريبا خلاص اتعودتوا فما بتعملوش. حاسس ان انا بقى كتير واقف في الرقم ده ما بتحركش. ضيفنا النهارده الفنان رمزي امين الشهير بابو امين. اهلا وسهلا بيك ابو امين. اهلا بك يا استاذ محمد. ابو امين ده مستحيل يكون اسم فنان. ايه هي اهم اعمالك في الكوميديا؟ والله موضوع الكوميديا يا استاذ محمد موضوع كبير. فنان رمزي امين، هو مين ده؟ عايز اجرب اكتب على جوجل كده رمزي امين. طب نكتب الفنان رمزي امين. طب نكتب الفنان الكوميدي رمزي امين. بس ان احنا كل شويه بنقرب لهاني رمزي ما بنعملش حاجه. بالنسبه لاهم اعمالي في الكوميديا الابتسامه على وجه الناس. ازاي تقدر تصنع ابتسامه للناس؟ ابتسامة ايه وبتاع ايه؟ مين ده وجايبينه من انه غرزه وقاعد في التلفزيون بيعمل ايه؟ وايه اللي التواصل مع الفنان ابو امين 015 5؟ مين ده؟ طب قول لنا يا ابو امين، يعني اكيد واجهت في مشوارك الفني وفي كفاحك الفني اكيد واجهت صعوبات. المشوار الفني ده يعني خطوتين من باب بيته، سلمتين لتحت مش لفوق. احكي لنا ايه الصعوبات اللي واجهتها؟ واجهت صعوبات طبعا، حاجات كتير قوي، بس مع رغم ذلك انا مكمل. الصعوبة الوحيدة اللي انا شايفه بيواجهها دلوقتي هو ان لسانه منمل، وش واقع، مش قادر يفهم، مش قادر يستوعب هو فين وبيعمل ايه. مش عارف هو مين، مش عارف هو حقيقي فنان ولا ده تأثير الحتة اللي شربها. اي نعم، في ناس اعداء كتير، بس زي ما في اعداء في محبين. ده بقى لما تدلوله، لما يجيلك بقى تدلوله في دماغك. يا ابو امين شاركت في اعمال فنيه قبل كده؟ والله حقيقة حاولت، وبعد ما كنت هوصل برضو مفيش وصول. مش مفيش نصيب مثلا، لا مفيش اصول يا عم، احنا ما عندناش اصل. دفعت فلوس هنا وهنا لا نذكر اسامي شركات ولا نذكر اسامي. دفعت فلوس ايه يا اسطى؟ انت معاك فلوس تقوم تركب وتروح. ابو امين اول موهبه معانا، موهبه محتاجه مننا ان احنا ندقق فيها اكتر ونبص عليها عشان نتعظ ونعرف ان المخدرات مش احسن اختيار من الاختيارات اللي ممكن الانسان يختارها. تاني موهبه معانا هي فريق ثلاثي ضوضاء المسرح. طب ماشي، يعني دول يكون عندهم شويه تسامح مع النفس. الفقره اللي معايا دلوقتي فقره فنيه، حبينا نجمع شويه الفن الشعبي الراقي، الفن الشعبي اللي ما فيهوش اسفاف، الفن الشعبي اللي فيه شياكه. انا حاسه ان انتوا يعني مش عارفه مش عايزين نقعد بالظبط كده. عايزين نتحرك. هنحرككم. مجاهدين احنا ضوضاء بقى المسرح بقى شعبي، فن شعبي راقي، فن شعبي بقى ايه، جايين نغني ببدل. اول حاجه نزلت يلا بينا نرقص، دي كلامي ولحني. كلامي ولحني، الاثنين اللي قاعدين جنب دول ما لهمش 60 لازمه. بقى لها 10 ايام دلوقتي نزلت السيزون. والمفروض ان احنا هننزل اغنيه لحد عشان لو الاغاني كلها نزلت مره واحده الالبوم بيتزنق، فاحنا هننزل اغنيه يعني ولا الاغنيه دي هتتشاف ولا بقيه الالبوم هيتشاف. طب انا عايز اكتب كده فرقه ثلاثي ضوضاء المسرح على اليوتيوب. شعبيات. طب ما جامدين اهو. احنا التتر ده هيخلص امتى؟ ده تعليق بجد، ما عنديش اي حاجه اقولها. ممكن بقى اقول الكومنتات اللي هي بيقعدوا يكتبوها للناس اللي بتغني دي، اللي هو مش كفايه فنان تغني في السماعات، تعالى غني في ودني، او موهبه تستحق الصعود للقمه بعد كده تقوم نطه للحاجات دي. يعني انا جاهز اهيد دلوقتي عليهم، جاهز ادوس ديسلايك. يلا بينا نسمع. طيب يعني انا شايف ان تاني موهبه احسن شويه من اول موهبه، اللي هو الفنان ابو امين. على الاقل يعني عندهم حاجه نزلت على النت، عندهم حاجه. استاذ محمد صبري كده يمثل لنا مشهد كوميدي، وانا عارفه من قبل الهوا يا جماعه والله كان يعني مضحكنا بطريقه فظيعه. ايوه انا عايز اضحك بقى، انا عايز بقى نرجع بقى للمواهب الفنيه. بحب فن التمثيل، انا عايز اضحك دلوقتي. نظرات عينه لوحدها مشكله،
اتفضل. بيضحك جدا. بيضحك جدا. ما نشوف. لطيفة عندها كلب. يا نهار اسود، ده مفيش غير لطيفة واحدة. لطيفة حبيبة القلب. لطيفة حبيبة القلب عندها كلب. خدت دلي في اسناني وعلى البلد رعب. عامل زي الولد اللي بيطلع على تيك توك ده، اللي هو انا بقالي 20 سنه ما ضحكتش وبتحداك تضحكني. انا بتحدى رموني منين يضحكني. انت لا يمكن تعرف تضحكني. مين ده اللي مش عارف يضحكك؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا ولد؟ والله ازاي المستشفى؟ انا ما اعرفش ادخل المستشفى، هيكرشوني. دخلوني المستشفى يا اولاد والنبي اشوف لطيفه. انا حاسس ان ده مشهد حزين، يعني حاسس ان احنا لو ركبنا عليه موسيقى حزينه كده هيبقى مشهد مجنون في مستشفى المجانين. موسيقى حزينه مجانيه. بعمل ايه؟ اروح فين؟ ايوه اجري. كلب يعضني انا كمان. خد يا كلب. خد يا كلب. خد يا كلب عضني يا كلب. خد يا كلب يرمي الكلب. ممكن بقى نعملها بالتصوير البطيء. جد مان. لما رحت المستشفى كان راجل طيب. حجزوني عند الكلب. برافو يا استاذ محمد. وتستمر معاناة أستاذ محمد صبري باحثا عن فرصة في مكاتب الكاستينج، ولكن ينتهي به المطاف في مستشفى المجانين ظنا أن كلبا قد عضه. الموهبة اللي بعديها، بغني عن ناس كتير قوي في الشارع بتغني. بغني عن ناس كتير قوي معروفه. انا مش عايز بتغني ولا بتغني لهم؟ انا بغني لجمهوري. حضرتك انا عندي جمهور. هو ليه بيتكلم زي عبعظ او بيتكلم زي اي حد بتاع مهرجانات عامه؟ انا بغني جمهوري بيسمعني، جمهوري يا استاذه بيشغلني في اي حته، انا شرف اي واجهه. اني سبب ان انا افرح ناس غلابه، ناس طيبين، ناس في شبرا الخيمه عندنا ناس اطيب من الطيابه. عامه الراجل ده شكله محترم وصح الصح ويتكلم كلام مظبوط. انت لو تقدمت للنقابه حاسس انك ممكن يتوافق وتصنف ضمن؟ انا نفسي اتقدم للنقابه. نفسي اتقدم للنقابه. تقبلي تتجوزيني؟ انا حد يقول لي على الطريقه اعمل ايه واجهز ايه وانا اروح، حد يفتح لي صدره. الفنان عقباوي محتاج حنيه، محتاج ايد تتمدله من النقابه، ايد تتمدله تاخده تحن عليه وتساعده. حضرتك مش عارفه ان انا ليا اغاني ناجحه؟ انا ليا اغنيه 57 مليون. انت ابوكي تاجر سلاح. ابوكي تاجر سلاح دي بذمتك انت ابوكي تاجر سلاح؟ مش ده اغنيه انت تطلع بيها؟ لا لو 57 مليون اقف لك اديك تحيه سلام. انت ابوكي تاجر سلاح. غناء ريشا كوستا، سمارة ناو، وحماده بالسعود، مش غناء عقباوي. انت بتضحك عليها عقباوي، بتضحك علينا. من يعني الناس اللي بيتفرجوا على الصحه والجمال ما عندهمش انترنت، مش هيدوروا وراك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انا في اللجنه ولا انا فين يا رب؟ كل سنه وانتم طيبين. انا كنت معاكم امبارح وفرحانه جدا جدا ان انا معاكم النهارده بموهبه برضه جميله جدا جدا، موهبه فذه. النهارده برنامجنا بتبنى المواهب كلها. حضن دافي، الصحه والجمال حضن دافي لاي موهبه شاردة ملهاش أهل يسألوا عليها، سواء كان في الغناء، في الشعر، في التمثيل، مهندسين، دكاترة، كل اللي عنده موهبة. ايه موهبة الدكاترة والمهندسين دي؟ أول مرة أشوف الموهبة دي. أنا عندي موهبة تجارة إنجليش. منورني النهارده، بقول له أهلا وسهلا بحضرتك النهارده ومنورني. ايه هو ليه عامل كده؟ هو ليه مضروب ومجبور؟ أحب أسمع من حضرتك. أحب أسمع. مين الشاعر مؤمن حماد؟ إنسان بسيط. كنت طبعا من صغري بحب اقرا. طالما قال احب اقرا يبقى عمره ما قرا في حياته. بعدين بدات اسمع بقى لهشام الجخ هشام الجخ ما عملش حاجه في حياته غير ان هو طلع وراه البروتوتايبس دي. نسمع يمكن يبقى حلو. هو مصر المعتدل طول السنه، وانا بحمد ربنا اني اتولدت هنا على ارضها، ارض مصر. مصر بلد السياحه. لما اقول السياحه يعني شرم الشيخ والغردقه وراس غارب، يعني الاهرامات وابو الهول وهرم سقاره. لما اقول السياحه يعني شرم الشيخ والغردقه واللي منها، يعني الهرم والجيزه والناس الجدعان، اسوان واللي منها والناس التمام، المتاحف والمساجد والكنائس والمباني. فخر لينا انك يا مصر بتحتوينا. جميله جدا جدا جدا.
يعني بصراحة ابن الصعيد فعلا. بجد الله، بجد الله، انت ابن الصعيد بجد. ممكن بقى تقوم تمشي، ممكن تقوم تروح. موهبتنا النهارده ايه ده؟ ليها في ايه الفيجر ده؟ ايه طقم النمر، وايه الكواليتي دي؟ الكواليتي دي احنا في 2024 ولا رجعنا القناه الاولى ولا احنا فين بالظبط؟ ايه كيان للمواهب، كيان للمواهب، ده برنامج كيان للمواهب وليه مذاق خاص كده في الشعر. معانا النجم الموهوب الرائع جدا الأستاذ ياسر الصاوي. مساء الخير يا ياسر. من فين؟ الفيوم. ده زياد زازا لما كانش عنده نت. تتقرب المايك. قول لي انت ايه اللي حببك في الشعر؟ والله أستاذة كده بدأت في الشعر لما لقيت نفسي أستاذة بدأت في الشعر لما أنا كنت بعمل قصايد لأصحابي وكده، فبصراحة حببوني عنها. لما حبوني في القصايد قصايد لأصحابك، والحمد لله بقيت راقي فيها الحمد لله، هم قالوا حاجة كويسة. يعني بتعمل قصايد لاصحابك؟ مين بيعمل قصايد لاصحابه؟ مين بيروح لواحد صاحبه كده يقول له انا كتبت لك قصيده يا اسطى خد اقراها؟ وازاي القصايد دي بقت راقيه؟ يعني مش فاهم ايه اللي حصل لها خلاها بقت راقيه. الرحمن اقول ما بندمش، قصيده ما بندمش. انا اللي هندم والله. خليه يندم على اليوم اللي قرر فيه يكون ضرر ليك، ده من كتر الحوط عامل نفسه بيحبك وهو ناوي يجي عليك، وقلبك مش حمل الاحزان، ده من كتر القسوه كره العد. انا فين؟ ده الخير مع غير ناسه يعور، وانا في الحب كنت زياده بتهور، غلطان بطيبتي. الفيت ده مع الريفيرب مدين احساس كده ان انا بحلم ان انا مت وبتحاسب. كان لازم اتعلم منهم واعرف احور، وهبدا من تاني، ولازم على اولاد الاصول احاول ادور. انا ممكن اقعد ساعه كامله اقول كلام عبيط زي ده. نزلت ادور على اولاد الاصول لقيت كله بيحور، لقيت الجدع والخاين ومع القريب بتصور. صورة 5 في 9 ضاعت مني، نزلت اجري وعليها بدور. كفاية شعر، كفاية بجد شعر. هو ايه كل الشعراء دول؟ مين محتاج اصلا شعراء دلوقتي؟ مين بيسمع شعر؟ تلت مشكل هيكون معاكم نادين محمد وزميلتي يارا هاني. احب ارحب احب مساء الخير يا يارا. مساء الخير يا نادين. قبل ما نبدأ حلقتنا نحب نفكركم ان برنامجنا بيدعم المواهب الشابة والمشروعات الصغيرة. يا دي ام المواهب والمشروعات. اول فقره معانا قبل كده ما نتكلم عنها هنعرض لكم فيديو صغير لبيج شغلها جامد. خلينا كده تعالوا نشوف ونرجع تاني. هنعرض لكم بيج شغلها جامد. ده ايه نوع السبونسر شيب ده؟ هو اللي فيه awkward silence بعد كل جمله بتخلص اللي هو تعالوا نشوف يلا. تعالوا نشوف ونرجع تاني. دي بيج ايه بقى؟ باش ماركتير اور سيرفيس تريننج سوشيال ميديا مانجمنت ويب سايت. ده ايه ده؟ فيديو من على كانفا. دي تمبلت. دي باش ماركتر صاحبها مبدع اسمه علي صقر، بتقدم كورسات تدريبيه في مجال التسويق الالكتروني. مجال التسويق الالكتروني، الماركتنج على الفحم. وكمان اسعارها خياليه. امال عندهم مشاكل في الكلام، مش عارفين ينطقوا، وهي اسعارها خياليه دي. زي شغلها جامد كده. بتمسك خدمات التسويق واداره الصفحات، وبتعمل ويب سايت، وبتعمل براندات. بتطلع كده براندات، تطلع كده من تحتها زهره برشكا اديداس، براندات في كل حته. واسعارها يعني لا يمكن تتخيلوها. اسعارها خياليه، اسعارها لا يمكن تتخيلوها. شغلها جامد. بشمر كتير، صفحه تسويق الكترونيه وبيدوا كورسات. عاجبني حوار التسويق الالكترونيه ده، بفكر اعمله. المهم بقى دلوقتي انا حابه اتكلم عن دكتور اسمه دكتور رامي. هو دكتور اسنان، بس انا عايزه اقول لكم انتوا لو بتخافوا من دكتور الاسنان ايه السبونسرز دي كلها؟ بصوا لنا حاجه طيب، الله يسهل له يا عم. ما بيحسسكش باي حاجه بمعنى الكلمه. او فعلا هو مش كلام بمعنى الكلمه. صح ولا ايه؟ يا ريت يعرضوا الكارت بتاعه ينزل. هو مش كلام اعلانات ولا اي حاجه، هو فعلا الدكتور مفيش اي حاجه بتحس بيها معاه. حقنة البنج اللي بنعمل منها كلنا قلق وبنخاف منها. مش للدرجات دي يا جدعان، يعني في تدني بس مش لدرجه مصورين الكارت وحاطينه. طب اعملوا اي حاجه طيب. يعني فيديو كانفا التمبلت اللي فات ده عدناه. ايه ده؟ دلوقتي خلصنا اول فقره لينا، وهندخل في الفقره الثانيه. معانا ضيفه سوشيال ميديا وتيك توك، بس دمها خفيف وزي العسل. تعالوا نتعرف عليها في الفقره اللي جايه. تعالوا نتعرف عليها. تعالوا خلاص بقى. وايه ضيفه سوشيال ميديا دي؟ ده تصنيفها يعني ضيفه سوشيال ميديا، ضيفه سوشيال زي علاقه سوشيال كده. رجعنا لكم مشاهدينا، ودلوقتي معانا ضيفه دمها خفيف
فين فيديوهاتها؟ ازيك يا دولت؟ فين فيديوهاتها؟ ايه اخبار؟ عرفينا بنفسك يا دولت بقى. دولت من حيث سنك ودراستك كل حاجه عنك. انا اسمي دولت. هو ايه اللي انا اسمي دولت؟ تقول لك عرفينا بنفسك يا دولت، تقول لي انا اسمي دولت. هو ايه العبط اللي انا فيه ده؟ في كليه تربيه نوعيه. عندي 20 سنه. عندها 20 سنه ومش باين عليها ان هي عندها 20 سنه خالص. لا باين. صغيره على شكله وكل حاجه. بدات تيك توك امتى؟ انا بداته بالظبط من سنه. انا عايز اعرف مين دولت دي، حاسس ان هي ممكن تبقى مشهوره يعني. بين كل المواهب اللي شفناها دي اول واحده تبقى تيك توك، والفتره اللي فاتت تقريبا تيك توك هو الحاجه الوحيده اللي كانت ناجحه. اولموست 2 مليون فولور. دي بقى نقوم نديها تحيه بجد. استاذ دولت، استاذ دولت، يو ميد ات. ستارتت فروم قناه الصحه والجمال، ناو يور هير. الكلام ده عشان بنلخص، لو المطاوي طلعت هنزفر، بلاش معانا ده عشان مصلحتك. لا يا دولت، لا يا دولت، ترجعي ليارا بقى والبت التانية دي كان المفروض يقودوكي ساعتها. كفايه كده النهارده، حاسس ان انا اكتفيت من الدارك ويب اللي انا فيه ده. دولت هي الموهبه الوحيده يعني بعد 3 سنين هي الوحيده اللي اتشهرت، فجود فور هير وهارد لك لاي موهبه كانت معانا النهارده. شفتش النور ان شاء الله ما تشوفش. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، اكتبوا لي في كومنت مين اكتر موهبه عجبتكم النهارده. وبس اشوفكم فيديو تاني جديد قريب، باي باي. واسعارها يعني لا يمكن تتخيلوها.